ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الإيمان أولا. وتكلمت عن موالاة المؤمنين، أنه ينبغي علينا أن يوالي بعضنا بعضا، وأن ينصر بعضنا بعضا، وأن يعين بعضنا بعضا على البر والتقوى، وأن نشعر بالمجتمع الإسلامي المترابط الذي شبهه الرسول عليه الصلاة والسلام بالجسد الواحد في قوله عليه الصلاة والسلام: مؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وكما أن الولاء من عقيدتنا ومن إيماننا بالله، فإن البراءة من الذين تبرأ الله منهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، تبرأ الله من المشركين، يبقى نتبرأ مما تبرأ الله منه. تبرأ الله من الكافرين، يبقى نتبرأ مما تبرأ الله منه. ولذلك أصل البراء البغض. يا إخواني ويا أخواتي، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله. يعني حينما يقول الله في القرآن العظيم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي عن طاعة الله وطاعة الرسول، فإن تولوا اسمعوا فإن الله لا يحب الكافرين. ونحن يا رب لا نحب الذي لا تحبه. إن أحببت أحدا فنحن نحبه، وإن أحببت فعلة فنحن نحبها، وإن أبغضت يا رب العالمين شيئا فنحن نبغضه، وإن أبغضت شخصا فنحن نبغضه. والله يقول: والله لا يحب الكافرين. آتي أنا أو أنت أو أنت نحبهم. قال الله سبحانه وتعالى في آياته العظيمة: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. الواحد فينا يخضع جناحه لإخوانه. لم يقل أذلة للمؤمنين، إنما ذلتك لأخيك ترفعك، لذلك قال على، ولم يقل أذلة للمؤمنين. أذلة على المؤمنين، اسمع البراء، أعزة على الكافرين. الله أكبر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا الله، هناك أعداء لله. نعم، أعداء الدين، أعداء الدين أعداء لله، أعداء الفضيلة، أعداء الطهر، أعداء العفاف، أعداء الطاعة، أعداء البر، أعداء التقوى، أعداء الإيمان، أعداء القرآن، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. هو ليس عدوا لله فقط، بل عدوك أنت أيضا، هو يعاديك ولو أظهر لك بخلاف ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض على اختلاف كفرهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، يعني إلا تتميزوا عنهم وتكون لكم صورة واضحة بعيدا عن صورة هؤلاء، لا تتشبهوا بهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يختلط على الناس الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولذلك حينما نقرأ أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ بعضهم أولياء بعض، بعضهم يعين بعضا وبعضهم ينصر بعضا وبعضهم يؤيد بعضا على دين الإسلام.
يا أيها الذين آمنوا لا هذه ليست بكلماتنا نحن، إنما هي كلمات خالقنا الذي خلقنا وخلقهم. ولا ينبئك مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه يا رب؟ بعضهم أولياء بعض. طب لو عملنا كده، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه آيات القرآن. وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه في البيعة على الإسلام حينما بايع جريرا رضي الله تعالى عنه قال: أبايعك على النصح للمسلمين والبراءة من المشركين. فهذه كانت بيعة نتميز عنهم. لكن هل معنى البراء وهل معنى عقيدة البراء أننا ننقض العهد معهم؟ لا. إن كان بيننا عهد لا. هل معنى ذلك أننا نغدر بهم؟ الجواب لا. هل معنى ذلك أننا نستبيح دماءهم أو أن نستبيح أموالهم؟ الجواب بملء الفم لا. لا. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يبقى في قوم بيقاتلوك في دينك وقوم لا يقاتلونك في دينك، في قوم بينك وبينهم سلام وبينك وبينهم عهد، وهناك قوم ليس بينك وبينهم عهد إنما بينك وبينهم حرب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. يعني يجوز أن أبرهم. نعم، الذي بيني وبينه عهد، هناك مستأمن له حقوق أمناه على دمه ماله عرضه، هناك معاهد له حقوق في فترة هذه المعاهدة على ما اشترطنا، هناك ذمي له حقوق وعليه حقوق، وهناك صنف محارب هذا له أحكام، والثلاثة الآخرون لهم أحكام لأنهم معصومون الدم والمال والعرض. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني ايه تقسطوا إليهم؟ يعني اعدلوا معاهم، اوعى تظلم أحدا. هل لأنه نصراني أظلمه؟ لا. دين الإسلام لا يعرف الظلم، لا مع نصراني ولا مع يهودي ولا مع مجوسي ولا مع ملحد. ليه؟ لأن دين الإسلام هو دين العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا يقول سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. بل في صحيح البخاري أن أسماء رضي الله تعالى عنها كانت أمها مشركة تعبد الأحجار والأصنام من دون الله، وانطلقت إلى ابنتها أسماء وقالت أرادت بر ابنتها لها، أرادت صلة ابنتها لها، يعني أن تبرها ابنتها وأن تصلها. ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال سيد النبيين عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لا اقطعي أمك ولا يجوز لك وأنت على دين وهي مشركة؟ إنما قال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. هذه الصلة لا تمنعنا من براءتنا التي في قلوبنا من عقيدتهم ومن منهجهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. قال: صلي أمك، صليها بالكلمة الطيبة، صليها ولو بهدايا لعلك ترققي قلبها، لعلك تكوني سببا في هدايتها ونحو ذلك. بل يجوز لنا أن ندعو للكفار بالهداية. حينما أتى الطفيل بن عمرو الدوسي، وهذا لا يخالف عقيدة الولاء والبراء، أتى الطفيل بن عمرو الدوسي وفي نهاية الأمر أسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدما أسلم قال سيد قبيلة دوس الطفيل بن عمرو الدوسي: يا رسول الله، مرني أن أدعو قبيلة دوس إلى الإسلام، إنهم فشى فيهم الزنا. أعوذ بالله، ده بخلاف الكفر والشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ذهب الطفيل بن عمرو الدوسي يدعو قوما فأبوا الإسلام ورفضوا الإسلام وامتنعوا عن الإسلام. فانطلق الطفيل بن عمرو الدوسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول له؟ يقول له: يا رسول الله، ادعوا على قبيلة دوس. أنا عايزك يا رسول الله ادعي عليهم.
ادعوا على قبيلة دوس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. فتعجب الطفيل بن عمرو الدوسي وانطلق إلى قبيلته فوجد أن القبيلة أسلمت ببركة دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أنه يجوز لنا أن ندعو للكفار بالهداية، اللهم اهد فلانا، اللهم اهد فلانا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأم أبي هريرة حينما أبت الإسلام وحزن أبو هريرة على أمه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فأسلمت أم أبي هريرة ولله الحمد والمنة. هل معنى البراءة من المشركين أو البراءة من الكفار أننا نظلم هؤلاء؟ الجواب لا، أو أن نسفك دماءهم لا. قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، اسمعوا للكلام الجميل لديننا الوسطي المعتدل، لأن بعض الناس يتكلم عن البراء فيغالي، وبعض الناس يضيع عقيدة البراء مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم رائحة الجنة. أيوة النبي يحفظ العهود، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا؟ وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله سبحانه وتعالى وبعهد الله أوفوا. يبقى إذن ينبغي علينا أن نعلم أن عقيدة البراء لا تخالف الوفاء بالعهود أو لا تخالف حرمة دمائهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا من أمن رجلا على دمه، مفيش غدر في الإسلام، لا غدر في الإسلام، لا خيانة في الإسلام. ألا من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا قيل لك عقيدة البراء أنا أبغض ما عليه، يعبد الأصنام، يعبد البشر، يعبد أشياء ما يجوز له أن يعبدها، نقول هناك أشياء لا تخالف البراء أن نبرهم الذين لم يقاتلون في الدين، أن نعدل معهم، حرمة الدماء، حرمة الأموال، بل قال بعض العلماء حرمة العرض، لا يجوز أن نغتابه طالما بيننا وبينه أمان أو عهد أو ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. أكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى الأشياء التي لا تخالف البراء أيضا، فهي من أخلاق ديننا وهي لا تخالف عقيدة البراء. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك